فيلمنا بيبدأ بإيلينا، قاتلة متضايقة قوي من ساعة ما أختها بلاك ويدو ماتت. حياتها بقت ملهاش طعم وقاعدة طول الوقت في شغلها. بنشوفها وهي بتدي الحراس علقة موت بمهارة عالية، وبعدها بتخش معمل عشان تدمر حاجات سرية. بس عالم في المعمل ده بيوقفها وبيصوب عليها سلاحه وبيخليها تستسلم. إيلينا كانت ذكية قوي وفضلت تتكلم كتير وتشتته لحد ما خطفت السلاح وضربته، بس هو طلع معاه سلاح تاني وبيحاول يقتلها. راحت نط عليه وبتحاول تخليه يفقد الوعي، وهو بالغلط ضرب نار على نفسه ومات. بعد ما إيلينا فجرت المعمل كله، بلغت فالنتينا اللي هي رئيستها وقالت لها إن المهمة خلصت. وبعدين بنروح لباكي اللي بقى نائب في مجلس الشعب. كان بيحضر جلسة محاكمة لفالنتينا دي اللي هي مديرة المخابرات الأمريكية. كان في قرار بطردها من منصبها عشان في أدلة اتقدمت إنها بتعمل تجارب سرية على البشر عشان تصنع جندي خارق. فالنتينا اتكلمت ودافعت عن نفسها وقالت: دلوقتي بقى في دول كتير أقوى مننا وعندهم تكنولوجيا متطورة، وزي ما شفتوا رئيس بلدنا اتحول لوحش أحمر كبير وكان خلاص هيدمر البلد كلها، واللي كان بيدافع عننا زمان وبينقذنا من المواقف دي كانوا الأفينجرز، بس هم خلاص انتهوا ومبقاش عندنا أبطال نعتمد عليهم. أي حاجة أنا عملتها كان هدفها حماية الشعب الأمريكي، فأنا بصنع جنود خارقين عشان أدافع عن بلدي، وبرفض إنهم يعزلوني من منصبي. القاضي بعد ما سمع كلامها أمر بتأجيل القضية. بعدها فالنتينا أمرت المساعدة بتاعتها إنها تتخلص من أي دليل ممكن يدخلها السجن أو يخليها تطرد. المساعدة قالت لها إنها هتبعت ييلينا والباقيين يعملوا المهمة دي. بنرجع تاني ليالينا وهي رايحة تزور أبوها أليكسي اللي شغال سواق ليموزين. يالينا بتحكي له إنها بتفكر تسيب شغلها مع فالنتينا. أليكسي اتفاجئ وقال لها أنا نفسي أشتغل معاها، وسألها إيه اللي خلاكي تعيسة كده في حياتك؟ قالت له مش عارفة إيه الفايدة في الشغلانة اللي بعملها. قال لها أنا هحكي لك إمتى كنت مبسوط. أيام ما كنت بطل خارق وبنقذ الناس في الشوارع، كنت فرحان قوي عشان كنت محبوب والناس بتسقف لي، واختك بلاك ويدو كانت فاهمة ده. جه الوقت إنك تمشي على خطاها. بعدها يالينا كلمت فالنتينا وقالت لها أنا جاهزة للمهمة الجاية، بس دي هتكون آخر مهمة ليا عشان عايزة أستقيل وأشوف شغل جديد. فالنتينا وافقت وطلبت منها تعمل مهمة أخيرة، واديتها تفاصيل المهمة كانت إن يالينا تروح لمنشأة معينة. فالنتينا عرفتها إن في عميلة رايحة للمنشأة دي عشان تسرق بيانات مهمة من المخزن، ومهمة يالينا إنها تمنعها، ودي مهمة بسيطة وسهلة. يالينا نفذت الأمر ودخلت ورا العميلة، ولما وصلت للمخزن شافت ورق وصور عن تجارب سرية بتتعمل على البني آدمين عشان فالنتينا عايزة تصنع جندي خارق اسمه سنتري. وفجأة شخص اسمه جون ضرب عليها نار. يالينا دخلت تتخانق معاه وما كانتش تعرف هو مين، وكان جاي عشان يقتلها. فجأة شخص تالت اتدخل وضربه، وكان اسمها أنتونيا وجاية مخصوص عشان تقتل جون. وبعد ثواني وصل شخص رابع اسمها إيفا وجاية مخصوص عشان تتخلص من أنتونيا، وكل واحد كان بيتخانق مع هدفه وعايز يقتله. في النهاية إيفا قدرت تقتل أنتونيا، واكتشفوا إن معاهم في المخزن شخص عادي اسمه روبرت. فجأة كل أبواب المخزن اتقفلت، وهما التلاتة اتكلموا سوا وأدركوا إن فالنتينا هي اللي بعتتهم هنا عشان يقتلوا بعض. هما كانوا جنود فالنتينا السريين اللي بينفذوا المهمات ليها، بس فالنتينا قررت تقتلهم وتدمر كل أدلتها اللي موجودة في المخزن بما فيهم الجنود السريين، عشان ما تسيبش وراها أي أثر قبل جلسة المحكمة. ورغم كده التلاتة ما اتحدوش وبيتريقوا على بعض عشان زمان كانوا أبطال خارقين بس فاشلين. جون قال لهم أنا على الأقل كنت كابتن أمريكا اللي فات. قالوا له أنت كنت كابتن أمريكا لمدة ثانيتين وبعدها تعزلت. جون سأل روبرت أنت دخلت هنا إزاي؟ بس روبرت ما كانش فاكر. وإيفا كانت عايزة تمشي من هنا وتعدي من الأبواب، بس ما كانتش عارفة. كان في حاجز صوتي بيمنعها. وفي نفس الوقت فالنتينا أمرت المساعدة بتاعتها بقتل يلينا واللي معاها دلوقتي. وفعلا المكان نور للون الأحمر، وقدامهم دقيقتين والمكان ده هينفجر. حسوا إن درجة الحرارة عليت قوي، واستنتجوا إن الحاجز الصوتي اللي في المكان معمول مخصوص لإيفا عشان ما تهربش. قالوا أكيد في مصدر طاقة نقدر ندمره، ودوروا على مصدر الطاقة في كل حتة، ويلينا قدرت تلاقيه، وجون دمره. إيفا قدرت تختفي وتهرب، والباقيين تساءلوا إيفا هترجع تنقذهم ولا لأ. كان خلاص فاضل 20 ثانية والمكان هينفجر، وحرارة المكان زادت قوي، لكن في آخر ثانية إيفا فتحت الباب وهم هربوا من الانفجار. في المشهد اللي بعده بنشوف ذكرى ليلينا، وكانت بتستدرك صاحبة ليها اسمها أنيا عشان يجي شخص ويقتل أنيا. ده كان اختبار ليلينا وهي صغيرة عشان بتتجهز إنها تبقى قاتلة.
والغريب إن يلينا شافت روبرت معاها في الذكرى، ولما فاقت شافت إن إيديها كانت لامسة إيده، واتضح إن ده السبب اللي خلاها تشوف الذكرى دي، وكلهم فاقوا. على الجانب الآخر ميل مساعدة فالنتينا بتقول لها إن يلينا والباقيين قدروا يلاقوا طريقة ويهربوا، وشكلهم كده بيتحدوا عليكي. بس فالنتينا بتستهزأ بيهم وبتقول إنهم زبالة بشر وهيعملوا أسوأ فريق في العالم. ميل ورتها فيديو ليهم وهم بيدمروا مصدر الطاقة. فالنتينا اتفاجئت لما شافت روبرت وما كانتش تعرف مين ده، وأمرت ميل تعرف لها مين الشخص ده وإزاي دخل المخزن، وتبعت فريق قوي يهجم على المخزن عشان يقتل يلينا واللي معاها. بس اتضح إن أليكسي كان هو سواق الليموزين بتاعهم، وكان سامع كل حاجة قالتها فالنتينا، وكان مصدوم عشان بنته في خطر. بنرجع تاني ليهم. جون قال كل واحد فينا له سبب لوجوده هنا ما عدا روبرت ده، وقال له كلمنا شوية عنك عشان نفهم انت مين. روبرت قال له آخر حاجة أنا فاكرها إني كنت بسحب عينة دم عشان دراسة طبية، وبعدها صحيت لقيت نفسي هنا. وجون كان اتخانق منه عشان مش فاكر تفاصيل كتير، وكان عايز يتخلص منه. روبرت رد عليه وقال له انت ازاي كنت كابتن أمريكا؟ انت حتة شخص غبي. وجون اتعصب عليه وزقه على الحيطة. جون استغرب ان عين روبرت نورت. يلينا دخلت وهدت جون. روبرت قال لها جون بيعاملني وحش من أول ما شافني. يلينا قالت له معلش بس لازم نتعاون مع بعض عشان نخرج من هنا. وهو قال لها امشي وسيبوني هنا عشان الكل هيكون في أمان لو أنا بعيد. يلينا استغربت من كلامه وفهمت إنه حزين بسبب الوحدة اللي كان فيها، وهي اتفهمته عشان بتحس بالوحدة. قالت له حاول تتعايش وتتقبل الوحدة. اتفاجئوا إن جون كسر جزء من الحيطة عشان يهربوا، ويلينا أقنعت روبرت إنهم يهربوا سوا، وبعدها اعمل اللي انت عايزه حتى لو هتقتل جون، أنا ما عنديش مشكلة. بينما في الحفلة باكي راح يتكلم مع ميل وبيحاول يقنعها تخون فالنتينا وتتعاون معاه عشان يقدروا يدخلوا فالنتينا السجن، واداها الكارت بتاعه عشان تتصل بيه. وبان على ميل إنها ممكن تخون فالنتينا. في المشهد اللي بعده بنشوفها بتكلم باكي وهي مترددة إنها تخون فالنتينا، واللي مخوفها إن مفيش حد هينقذ البلد زي ما الأفنجرز عملوا زمان، وبتقول له أنا واثقة في فالنتينا عشان محدش هينقذ العالم غير البطل اللي هي بتصنعه. فباكي قال لها إحنا هنحمي العالم، ساعدينا وهنحميكي أنت كمان من فالنتينا. بس هي خافت من فالنتينا وقفلت في وشه السكة. على الجانب الآخر فريق يلينا وصلوا المكان مسدود ومفيش طريقة للهرب إلا عن طريق تسلق المكان ده. جون نط نطة عالية وطلع لنفق عميق جدا. روبرت اقترح عليهم حل للمشكلة دي، إنهم يتحدوا ويتسلقوا المكان بالشكل ده. في نفس الوقت فالنتينا وميل كانوا راكبين طيارة ورايحين للمخزن. ميل بتقول للألنتينا إن روبرت كان من ضمن الناس اللي شاركوا في مشروع البطل الخارق سنتري. فالنتينا استغربت عشان المفروض إن كل اللي شاركوا في المشروع ماتوا، بس ميل أكدت لها إن روبرت فعلا كان من ضمن المتطوعين وإحنا افتكرناه مات فرميناه في المخزن مع الأدلة. فالنتينا اتصدمت لما فهمت إن مشروع البطل الخارق نجح على روبرت. فريق يلينا كانوا وصلوا عند المخرج، بس ما كانوش عارفين هيتصرفوا إزاي دلوقتي، عشان لو حد فيهم دخل المخرج التلاتة التانيين هيقعوا. روبرت كان على وشك يعطس ويفلت منهم، فهم خدوا حذرهم ولحقوا ينقذوا بعض من الوقوع، وبعدها وصلوا للمخرج بنجاح. جون لما لمس إيد روبرت افتكر ذكرى ليه، ووقتها كان جون بيقرأ خبر عزله من كابتن أمريكا والصحافة بتقول عليه فاشل. وأوليفيا مرات جون ما كانش عاجبها إن جون قاعد بيقرأ الأخبار ومش باصص على ابنهم، فجون اتعصب وقال لها بصي عليه انتي. وبعدها جون فاق، وبنفهم إن أي حد بيلمس إيد روبرت بيفتكر ذكرى وحشة. وهم بيكتشفوا وصول فريق المرتزقة اللي بعتته فالنتينا، فرجعوا عشان يفكروا في خطة، بس هم بيتخانقوا مين القائد اللي هيحط الخطة. وفي النهاية يلينا هي اللي حطت الخطة وقالت إحنا نفجر أي حاجة عشان نشتتهم، ولما يقربوا جون هيهجم عليهم ويضربهم، وأنا هتدخل بعديه وهكمل عليهم، وإيفا هتدور على عربية نهرب بيها. إيفا اتحركت بسرعة واختفت. روبرت سألها وأنا هعمل إيه؟ يلينا كانت شايفاه ملوش فايدة فأمرته يتحرك وراها. فالنتينا كانت وصلت وبتتكلم مع قائد فريق المرتزقة هولت قال لها رجالتنا محاوطة المكان وجاهزين للاقتحام في أي وقت. فالنتينا قالت له أنا مش عايزة أي حد يموت عشان الفريق اللي جوه في شخص مهم جدا أنا عايزاه عايش. في الوقت ده يلينا رمت القنبلة، فالرجالة المرتزقة راحوا في اتجاه الانفجار
روبرت طلب من يلينا سلاح عشان يقاتل معاهم، عشان مش عايز يحس إنه شخص ملهوش لازمة، بس هي رفضت وأمرته يفضل وراها. جون في الوقت ده كان بيستعد عشان يهجم على الرجالة المرتزقة، ويلينا وروبرت لما راحوا لقوا إنه جون ضربهم كلهم وهو كان اختفى. وفي فريق مرتزقة تاني ظهر، ويلينا استخبت وظهرت في الوقت المناسب واتخانقت معاهم وادت سلاح لروبرت عشان يقتل بيه المرتزقة. بعد ما خلصوا عليهم جون ظهر وانضم ليلينا وروبرت، وهم اتنكروا في لبس فريق المرتزقة وخرجوا قدامهم وعدوا من جنب فالنتينا ومش شكت فيهم. إيفا ظهرت بالعربية وركبوا معاها، وروبرت الوحيد اللي ركب في الصندوق، بس في جندي مرتزقة وقفهم وقال لهم محدش هيسيب المهمة ويمشي لأي سبب كان، وأمرهم يعرفوا عن نفسهم. جون ويلينا حسوا إنهم وقعوا في مشكلة كبيرة. روبرت كان عايز يقدم المساعدة بأي طريقة، فخرج من العربية وضرب نار في الهواء عشان يشتت الجنود كلهم ويدي فرصة ليلينا واللي معاها يهربوا. هولت ادى أمر بإطلاق النار عليه، والجنود فتحوا النار ونزلوا عليه بشلال من الرصاص، وفالنتينا اتجننت وأمرت بوقف ضرب النار، بس كانت اتأخرت عشان روبرت بقى جثة هامدة. يلينا اتضايقت وظنوا إنه خلاص مات، وقرروا يتحركوا من هنا. لكن للمفاجأة روبرت قام وقف ومفيش ولا طلقة أثرت فيه. الجنود وفالنتينا كانوا في حالة صدمة. روبرت اترفع عن الأرض وطار في الهواء وكان مش قادر يتحكم في قوته. فريق يلينا شافوه وكانوا مذهولين. روبرت وقف شوية في الهواء وبعدين فقد الوعي واصطدم بالأرض، ومن شدة الاصطدام العربيات طارت بعيد، ومن ضمنهم عربية فريق يلينا اللي اتدمرت ومش بتشتغل، فقرروا يكملوا مشي على رجليهم. يلينا قالت لهم إن فالنتينا هي اللي حولت روبرت لشخص خارق، والورق ده بيثبت كلامي. الورق كان فيه صور تخيلية للبطل سنتري. يلينا وإيفا كانوا متضايقين على مقتل أنطونيا اللي ماتت بدون سبب، وقالوا إنها أكيد كانت واحدة شبهنا. بعدها كملوا في طريقهم، ورجالة فالنتينا شالوا روبرت اللي كان فاقد الوعي، وأمرت ميل بالتخلص من فريق يلينا عشان هم آخر دليل عليها. في نفس الوقت فريق يلينا كان بيتمشى في الصحراء واستخبوا لما شافوا عربية قدامهم. يلينا لما شافت العربية عرفت إنه ده أبوها أليكسي، وهو نزل من العربية ونادى على بنته وهو بيقول لها ما تخشيش المخزن عشان في خطر على حياتك، وهو ما كانش لسه مدرك إنه وصل متأخر. بعدها هم لجبوا معاه وفهمهم إنه سمع فالنتينا عايزة تقتلهم. أليكسي كان معجب بالفريق اللي مع يلينا وشايف إنهم لو اتحدوا هيعملوا فريق قوي. وفجأة وهم بيتكلموا عربيات فريق مرتزقة ظهرت وراهم، فأليكسي زود سرعة العربية، بس ده ما كانش كفاية، والعربية كانت بطيئة، والمرتزقة بدأوا بإطلاق النار عليهم. جون صد ضرب النار بالدرع. أليكسي طلع مشروب كحول وحط جواه ولاعة ورماه عليهم، بس ده ما جابش نتيجة، وضرب النار كان مستمر. إيفا كانت عايزة تتدخل، بس هم شغلوا الموجات الصوتية عشان ده السلاح اللي بيضعف إيفا. يلينا ضربت عليهم نار وقدرت تتخلص من عربية فيهم، وكان لسه فاضل عربيتين، وفجأة في قنبلة اترمت على عربية منهم وانفجرت، واللي عمل كده كان باكي، والعربية التانية ضربت عليه نار، بس هو تفاداهم وشد حبل من العربية وخلاها تتقلب. هم فرحوا جدا، بس فرحتهم ما كملتش عشان باكي فجر عربيتهم. وبعدها بنروح لفالنتينا وميل. ميل بتقول لها إن روبرت مريض نفسي وغير مستقر عقليا وبيعاني من الاكتئاب، بس فالنتينا مش بتهتم وبتخش تتكلم مع روبرت وتطمن عليه. روبرت افتكرها وإنها هي اللي عملت عليه وعلى المتطوعين الاختبارات. فالنتينا بتقول له أنت تطوعت للتجربة لتحسين الإنسان، بس مش كل المتطوعين قدروا يستحملوا التجربة. روبرت قاطعها وسألها عن يلينا. فالنتينا بتقول له يلينا واللي معاها دول أشرار ومجرمين، سيبك منهم وتعال نركز معاك، أنت الوحيد اللي قدرت تعيش من التجربة اللي عملناها عليك، وأنا فرحانة جدا وعايزاك تبقى البطل بتاعي. ولما مسكت ايده افتكرت ذكرى وحشة ليها لما كانت صغيرة ومعاها أبوها، ووقتها في شخص قتل أبوها. فالنتينا فهمت إنها شافت الرؤية دي بسبب إنها مسكت إيد روبرت، والذكرى دي خلتها متضايقة وكانت ماشية. روبرت بيقول لها أنا هحاول أتحكم في قوتي الخارقة. فالنتينا بتطلب من ميل تجيب الصحفيين هنا عشان نفرجهم على البطل الخارق بتاعنا، بس ميل ما كانتش مقتنعة باللي فالنتينا بتعمله عشان شايفة إن ما ينفعش نحول شخص مختل عقليا لبطل خارق، عشان كده إحنا ما عندناش فكرة هو ممكن يعمل كوارث إيه.
ومفتاح القتل اللي احنا صنعناه عشان نتحكم في سنتري اتدمر في المخزن وقت الانفجار. بس فالنتينا ما كانتش مهتمة بالكلام ده، وكل اللي هممها ان مشروعها ينجح، وبتأمرها بإحضار الصحافة النهاردة وتصنع مفتاح قتل تاني بدل اللي اتدمر. وبننتقل بعدها لباكي اللي قبض على يلينا واللي معاها، عشان باكي معتقد انهم من جنود فالنتينا، وهم بيحاولوا يقنعوه انهم ما بقوش شغالين مع فالنتينا عشان فالنتينا حاولت تقتلنا، وبيحكوا كل حاجة عن روبرت. بس باكي ما كانش مصدقهم، وناوي يخليهم يحضروا في جلسة المحكمة عشان يشهدوا على فالنتينا. بس ميل بتتصل بباكي وبتقوله ان فالنتينا خرجت عن السيطرة، وسنتري اللي هي صنعته ده شخص خطير جدا، وهي كده بتجهز كارثة حرفيا، وانت لازم تيجي وتوقف المهزلة دي قبل ما الصحافة تيجي، وهات معاك اي حد يقدر يساعد. بعدها بتقفل معاه عشان بتحس ان في حد بيقرب منها. باكي قلق بعد ما سمع اللي هي قالته، وبيقرر يثق في فريق يلينا عشان ما عندوش حل تاني، وبيحررهم من الكلبشات وبيطلب منهم المساعدة، وهم بيوافقوا. واتضح إن فالنتينا سمعت ميل وهي بتكلم باكي، وهي بتقول لها أنت مفكرة إنك كده بتنقذي العالم عشان معتقدة إن العالم فيه ناس طيبة وناس شريرة؟ بس حب أقولك إن العالم عبارة عن ناس خبيثة وناس أخبث، ومفيش نوع تالت، وهتدركي كلامي بعدين. وبتخش لروبرت وبتحاول تساعده في التحكم في قوته. روبرت بيوجه إيده على الكوباية دي، وهو فعلا بيقدر يحركها ويكسرها، وهو بيبقى مصدوم من حجم قوته، وهي بتقول له انت قوتك ملهاش حدود. بينما فريق يلينا كانوا في طريقهم للمقر اللي فيه فالنتينا، وبيسموا الفريق بتاعهم فريق ثاندر بولز، وبيقتحموا مقر الشركة بالعربية وبيخشوا يتقاتلوا مع الحراس، وهم بيتحدوا بشكل رائع وبيعملوا فريق قوي. فالنتينا بتقاطعهم وبتكلمهم في السماعات، وبتطلب منهم يركبوا الأسانسير ويطلعوا، وهم فعلا بيركبوا الأسانسير وبيقابلوا فالنتينا وبيقولوا لها احنا هنقبض عليكي، وهي بتستهزأ بيهم وبتقول لهم انتوا مش هتقدروا تعملوا حاجة. باكي كان عايز يمسكها بس بيتجمد في مكانه، وبيكون روبرت هو اللي منعه، وبيظهر ببدلته الجديدة. فالنتينا بتقول لهم أحب أعرفكم بالبطل الخارق سنتري، وهو لا يقهر وأقوى حتى من فريق الأفنجرز، وهيبقى أقوى بطل خارق في العالم، وهيحمي الشعب الأمريكي من الأشرار، وهيبدأ بيكم وهيقتلكم حالا. وبتدي أمر لسنتري بقتلهم جميعا. سنتري بيقول لهم أنا مش عايز أذيكوا فاستسلموا أحسن. يلينا بتقول له ما تسمعش كلامها، وفالنتينا بتقول لسنتري شكلها مستهترة بيك، وسنتري بيبقى اتعمل له غسيل مخ من فالنتينا. أليكسي كان عايز يهجم على سنتري بس بيتضرب وبيطير بعيد، وفريق ثاندر بولتس بيحاولوا يضربوه بكل الطرق بس مفيش فايدة، وهو كان أقوى منهم كلهم وبيقدر حتى يوقف الرصاص اللي بيتضرب عليه. أليكسي بيحاول يطعنه بالسكينة بس السكينة بتتكسر، وكمان كان بيقدر يطير ويختفي وهو بيتحكم فيهم زي ما هو عايز، ومهما حاولوا معاه كانوا بيتهزموا. باكي بيحاول يضربه بكل قوته، لكن سنتري بيدمر دراع الفايبرينيوم بتاع باكي، وكلهم بيدركوا إن مفيش أمل لهزيمته، فبياخدوا بعضهم وكانوا ماشيين. فالنتينا بتؤمر روبرت يقتلهم قبل ما يمشوا، بس روبرت مش بيرضى يعمل كده عشان هما مش بيشكلوا تهديد عليه، وبيقول لها أنا مش مجبر أسمع كلامك، عشان ليه أكون بالقوة دي وأخد أوامر من حد. ففالنتينا بتحس إنها مش هتقدر تسيطر على روبرت، وكانت عايزة تشغل مفتاح القتل عشان يفقدوا الوعي، بس مش بتلحق. روبرت بيخنقها من رقبتها وكان على وشك يموتها، بس مال تدخلت وأفقدت روبرت الوعي عن طريق مفتاح القتل. فالنتينا بتشكرها وبيمشوا هما الاتنين. وبنشوف جسم سنتري بيتحول لظلام بالكامل، وكل فريق ثاندر بولتس بيكون جالهم أحباط. يلينا بتقول لهم مفيش طريقة نوقف بيها روبرت، وبتشتمهم كلهم وبتقول لهم انتوا مش أبطال وملكوش لازمة، وبتسيبهم وتمشي، وكله بيقتنع بكلامها وبيتفرقوا. بس أليكسي بيجي وراها وهي بتقول له ما تعملش فيها مهتم بيا، انت قعدت سنة كاملة ما تسألش عليا. وأليكسي بيتأسف لها وبيقول لها أنا بس حسيت إنك مش عايزاني، فعشان كده مرضتش أسأل عليكي ولا اتدخل في حياتك. فهي بتقول له بالعكس، أنا كنت عايزاك لأني كنت حاسة بوحدة جديدة، ومفيش حاجة بعملها في يومي غير إني بقلب في الموبايل واشتغل وبرجع البيت ومش بلاقي حد. وهو بيقول لها أديني معاكي، انت مش مدركة إنك شخص مميز وقلبك طيب. أليكسي بيديها خطبة وبيشجعها وبيقول لها أنا شايف فيكي بنت كويسة وما فيهاش أخطاء، وهي بتتأثر بكلامه. وبيلاحظوا إن في ناس كتير باصين في السماء، وبيبصوا هم كمان وبيشوفوا سنتري وهو متحول لظلام، وفي جندي بيضرب عليه نار بس سنتري بيحول الجندي ده لظل. فالنتينا بتكون مصدومة من اللي هي شايفاه، وبتدرك إن مفتاح القتل مش بيأثر في سنتري،
وبيجي جندي في طيارة هليكوبتر وبيضرب عليه نار، بس سنتري بيحوله هو والطيار لظل، فالطيارة بتخبط في مبنى وفي حطام كتير بيقع على الناس، وناس بيجروا وهم في حالة رعب. أليكسي بيشوف صخرة كبيرة هتقع على الناس فبيقرر يتدخل وينقذهم، وفي سواق شحنة بيموت والشحنة كانت هتقتل أم وبنتها، فيلينا بتنقذ الأم وبنتها بسرعة، وباقي كمان بينقذ ناس قبل ما عربية كانت هتخبط فيهم، والفوضى لسه ما خلصتش والطيارة بتقع وبتتدمر. إيفا بتنقذ اللي تقدر تنقذه، جون بيوقف صخرة عملاقة قبل ما كانت هتقع على واحدة ست، بس الصخرة كانت تقيلة عليه، فباقي فريق ثاندر بولز بيتدخلوا وبيساعدوه وبيشيلوا الصخرة ويوقعوها، والناس كلها بتسقف لهم وبيحيوهم، وفالنتينا بتكون متغاظة. وفي صخرة تانية كانت هتقع على البنت، بس أليكسي بيتدخل وبينقذها، لكن البنت بتتحول لظل، وسنتري بيبدأ في تحويل ناس كتير للظلال، والناس بتبقى بتجري من قمة الخوف، وفريق ثاندر بولز بيجروا كلهم ما عدا يلينا اللي بتروح في اتجاه الظلال وبتتحول هي كمان لظل. أليكسي بيتجنن عليها، وسنتري بيكمل في تحويل الناس للظلال، وبنشوف يلينا وهي بتفوق في أسوأ ذكرياتها، وبتشوف الذكرى بتاعت صاحبتها أنيا، وبتدور على روبرت في ذكرياتها، بس فجأة الشجر بيلتف عليها وبيكتفها، وهي بتتحرر منه وبتنتقل لذكرى تانية لما كانت هي وبنات تانيين بيتجهزوا عشان يكونوا قتلة محترفين، ويلينا كانت أشطر بنت فيهم وأسرع واحدة بتقفل المسدس. يلينا بتشوف روبرت في المراية وبتحاول توصله، لكنها بتنتقل لذكرى تانية ليها لما كانت سكرانة وعايزة تموت من اليأس. وبعدها يلينا بتقدر توصل لروبرت اللي كان قاعد في أوضة عادية، وبتطلب منه يتوقف عن اللي بيعمله، فبيقول لها مش أنا اللي بعمل كده في المدينة، ده سنتري هو اللي بيعمل. فيلينا بتفهم إن روبرت جواه شخصيتين، روبرت وسنتري، وروبرت كان مستسلم ومش بيقاوم سنتري. يلينا بتشوف ذكرى وحشة لروبرت لما كان أبوه وأمه بيتخانقوا دايما. يلينا بتقعد مع روبرت وبتتكلم معاه، وبتقوله ما تخليش الاكتئاب يسيطر عليك، ادفن مشاعرك السلبية في أعماقك بدل ما تفضل فاكرها، وأنا حاسة بيك عشان عشت كل المشاعر اللي انت عايشها. حاول تسيب المكان وتتحكم في جسمك بدل سنتري. لكن فجأة بتحصل فوضى في الأوضة وكل حاجة بتهاجمهم، وبيكون سنتري بيحاربهم وبيحاول يقتلهم. بس فريق ثاندر بولز بيكونوا هم كمان دخلوا الظلال وبينقذوا يلينا وروبرت، وبيفكروا هيخرجوا من هنا ازاي دلوقتي. يلينا بتطلب من روبرت يوديهم لأسوأ ذكرى ليه. في نفس الوقت في العالم الحقيقي سنتري كان لسه بيكمل في اللي بيعمله وبينشر الظلام في جميع أنحاء المدينة، وفريق ثاندر بولز بيفضلوا يتنقلوا في ذكريات روبرت لحد ما بيوصلوا لأسوأ ذكرى ليه اللي كانت في المعمل لما روبرت اتعمل عليه التجربة. روبرت بيحكي وبيقول أنا كنت مفكر إن لما أخد المصل وأبقى بطل خارق الناس هتحترمني وهتحبني. وبيظهر سنتري قدامهم وهو على هيئة ظلال، وبيبدأ يهاجمهم كلهم، وبيقول لروبرت الناس دي مش بتهتم لأمرك، انت محدش بيحبك وهو مفيش حد بيهتم بيك. بس روبرت مش بيستسلم لليأس ويهجم على سنتري ويخش معاه في قتال، بس سنتري كان قوي جدا وبيقطعه. بعدها روبرت غضب جدا وجري على سنتري وضربه، وقدر فعلا يسدد له ضربات كتير، بس اتضح ان ده اللي سنتري عايزه، وبيفضل يستفز روبرت وبيقول له اضرب بقوة أكبر عشان الظلام والغضب يتمكن من روبرت ويتحول لظلام زيه. ثاندر بولز خدوا بالهم من اللي بيحصل وهم بيحاولوا يحرروا نفسهم ويلحقوه. أليكسي عرف يحرر يلينا اللي بتجري وبتتفادى كل الحاجات اللي بيعملها سنتري قدامها، وبتوصل لروبرت وبتحضنه في آخر لحظة قبل ما كان هيتحول لظل بالكامل، وبتقول له أنا جنبك وبحبك وبهتم لأمرك، وكل فريق ثاندر بولز بيحضنوه. روبرت بيرجع لحالته الطبيعية وبيبقى قدر يتخلص من شخصية سنتري الظلامية اللي جواه، وبيرجعوا كلهم للعالم الواقعي والشمس بتظهر والظلام بيتشال، وكل الناس اللي اختفوا في الظلال بيرجعوا تاني، واتضح انهم انتقلوا بس للذكريات الوحشة اللي عندهم. روبرت مش بيبقى فاكر اللي حصل في عالم الذكريات، وهو مش بيكون فاهم ايه اللي حصل في المدينة، وبيشوفوا فالنتينا قدامهم وبيتجهوا عليها، وفيهم اللي كان نفسه يقتلها وفيهم اللي كان نفسه يقبض عليها، بس بيطلع ان فالنتينا استدرجتهم للمؤتمر الصحفي، وكلهم بيقفوا قدام الصحافة ومش فاهمين في ايه. فالنتينا بتخدع الصحافة وبتقول لهم انا بقالي سنين بجهز فريق يحل محل الافينجرز عشان يحموا سكان امريكا من الخطر، وهم دول فريق الافينجرز الجداد، وده اللي انا كنت بجهزه من البداية. وفريق ثاندر بولز بيكونوا مصدومين وبيتقبلوا الموضوع عشان الناس حبتهم وبتحييهم. فالنتينا بتبقى عملت كده عشان تحمي نفسها من فريق ثاندر بولز. يلينا بتقول لفالنتينا
إحنا دلوقتي سيطرنا عليكي. في المشهد اللي بعده بنشوفهم بعد 14 شهر، وبنعرف من كلامهم إن في ناس حبتهم كفريق الأفنجرز الجديد، وفي ناس ما حبتهمش ومش متقبلينهم. بعدها بيجي لهم خبر إن في طيارة غريبة دخلت الغلاف الجوي، وبيكون عليها شعار رقم 4، وده شعار فريق فانتاستيك فور اللي هنتعرف عليهم. الفيلم اللي لسه هينزل. ما تنساش تشترك وتدعمنا بلايك. سلام.